أما الشوط الثاني فلم يختلف عن سابقه، وظلت الإثارة والتشويق والحماس إلى آخر ثانية من المباراة. لاعبو الحسنية قاوموا ولعبوا بشكل رجولي وأصروا على الفوز رغم قوة الخصم، ورغم أنه فريق عتيد ويضم لاعبين كبار، خصوصا خالد الفيل لاعب دولي وله من الخبرة والتجربة الكافية، ومدربهم كريم بوحديوي لم يهدأ له بال. أما المدرب التونسي جلال بن خالد فظل واقفا يشجع لاعبيه وينصحهم ويوجههم طيلة المباراة، لتنتهي المباراة والشوط الثاني بفوز تاريخي على النادي المكناسي صاحب الألقاب والمشاركات العربية والإفريقية. وبمجرد أن أعلن الحكم عن نهاية المباراة حتى انطلقت الأفراح بين الجماهير واللاعبين، لقاء لن تنساه الذاكرة الجرسيفية أبدا. هذا الفوز وهذا التأهل يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الرياضة بالمدينة، تأهل إلى بلاي أوف ومقارعة الكبار. إن حسنية جرسيف بهذا الانتصار التاريخي صنع ملحمة جديدة لمدينة جرسيف ككل. وكالعادة عرفت المباراة حضورا إعلاميا متميزا. مشاهدينا الكرام، من خلال قناتكم بديل تيفي أجرى البديل الرياضي الحوارات التالية. نفوز على قرسيف ونعطي مباراة الناظور ومباراة الجيش، ماشي معقول. شابو ما كيتصفصفش. كنشكروا الجمهور الكبير اللي حضر معنا، كنشكروا الطاقم التقني، كنشكروا اللعابه المجهودات اللي قاموا بها طيله السنه. وهذا الفوز هذا شيء السمو حنا كنتهنيو على هذا الفوز باش نربحوا. كما كتعرفوا النادي المكناسي فريق قوي بالالقاب ديالو بلاعبين في المنتخب. كنشكروا كاع اللي حضر معنا وديما حسنيه جرسيف. شكرا والتوفيق ان شاء الله. المقابلات صعيبه كانت فيها واحد النديه كبيره، ولكن بفضل اللاعبين ديال حسنيه جرسيف تمكنا باش نحسموا المقابله. ان شاء الله نتيجه ايجابيه للدربي، طموحات الجمهور الجرسيفي ان شاء الله. التأهل للبطولة المصغرة، وكنشكر اللاعبين وكنشكر الجمهور اللي قدموا من هذه المقابلة. هنيئا لنا وهنيئا لكرسيف وهنيئا للجميع. معنا بطل المباراة بامتياز الحارس التونسي حارس حسنية جرسيف لكرة اليد، محمد أمين عمار الذي قدم مباراة من المستوى الرفيع. لماذا تحس بهذا الانتصار التاريخي وانت كتحقق هذا الشعور؟ الحمد لله يا ربي وفقنا ربي، ما يمكنش نخليو الجمهور العزيز هذا يروح جبار. ان شاء الله ديما شاركنا في الفرحه، وان شاء الله نحققوا نتائج خير في البلاي اوف. ان شاء الله ربي معانا، تعب العام كامل وشيخنا، وان شاء الله ربي معانا. اولا شكرا لكل من ساهم في هذا الانجاز. مبروك على ساكنه مدينه جرسيف، مبروك على كل الرياضيين بمدينه جرسيف، مبروك لكره اليد، مبروك لمختلف الرياضات. احنا نتمناو تكون هذه قاطره ديال الرياضه بالمدينه. هذا تاهل للبلاي اوف، تاهل غير مسبوق على مستوى الجهه ديال حسمات التاونات، يعني اول فريق في الجهه كيتاهل للبلاي اوف هو حسنيه جرسيف. حسنيه جرسيف هذا الموسم الثاني ديالو في القسم الممتاز، يعني حديث العهد بهذا، ورغم ذلك استطاع يتأقلم مع أعتد الأندية من أمثال نادي ديال النادي المكناسي اللي يعتبر من الأندية الكبيرة جدا واللي قدمت الكثير لكرة اليد، ونحترمهم ونقدرهم، إلا أن حسنية جرسيف أظهرت على أنها أقوى وأنها تستحق التأهيل. مبروك مرة أخرى للجماهير الجرسيفية، مبروك الرياضة على مستوى جرسيف، مبروك للسلطات المحلية، مبروك لكل الأجهزة الإلكترونية اللي ساهمت في هذا الإنجاز، حتى بالنقد، حتى النقد ساهم في هذا الإنجاز، لأن النقد شيء طبيعي، أن ما يمكنش نقولوا ديما كل شيء مزيان. صحيح عندنا أخطاء كنحاولوا نصلحوهم، والصحافة الإلكترونية والنقد ديالنا راه كيساعدنا باش نصححوا أخطائنا ونوصلوا لهذه النتيجة اللي وصلنا لها بتضافر الجهود ديال الجميع. كما قلت بما فيها الجماهير الجرسيفية، الألترا بيرات بويز، الألترا مونطال، الجماهير بمختلف اشكالها، المكتب المسير، لاعبين، الاجهزه
الاجهزه الالكترونيه، السلطات المحليه، المنتخبين. هذا كان نتاج ديال الجميع، ونتمنى تضافر الجهود ويستمروا في هذا العمل هذا. وشكرا مره. شكرا. الفوز الجميل والفوز المستحق لفريق حسنية قرسيف لكرة اليد، الجمهور القرسيفي وهاد اللاعبين الشباب اللي ظهروا على كفاءة عالية وقتالية لا مثيل لها. شكرنا الخالص كذلك للسلطات المحلية اللي كل مرة واقفة جنب إلى جنب مع هاد الشباب مع هاد الفريق الفتي. والتاريخ كما كنقولوا التاريخ سيعيد نفسه، وكرة اليد القرسيفية ستقول كلمتها في المقابلة ديال البلاي اوف. وشكرا جزيلا للجميع. شكرا.
ختام هذه الحلقة ومن خلال قناتكم بديل تيفي وبرنامجكم البديل الرياضي نتمنى إن شاء الله أن يساعد الجميع فريق الحسنية. وبهذه المناسبة ننبه أن المكتب المسير شكر كثيرا عامل الإقليم على دعمه المادي والمعنوي للفريق وكذا الجماعة الحضرية، وندعوهم إلى بذل مزيد من الجهد لدعم هذا الفريق لأنه حقق إنجازا تاريخيا وغير مسبوق وصنع فرحة استثنائية في مدينة جرسيف. كما نشكر اللاعبين على مجهوداتهم الجبارة وعلى قتاليتهم وإصرارهم على التأهل. إلى هنا مشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحات الفيسبوك وكذلك على عنوان البرنامج بديل رياضي @gmail.com. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة استودعكم الله وإلى اللقاء.